السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. استكمالا بقى للمشاكل الزوجية والحاجات بقى اللي بتأثر في العلاقات الزوجية. في جملة بقى مشهورة: الاهتمام ما بينطلبش. وبقت دلوقتي ستات بتكررها كتير، وحتى بكوميك بقى وننزل هزار على النت: والاهتمام ما بينطلبش. هو فعلا الاهتمام ما بينطلبش. دايما هقول لكم حاجة: بين الراجل وبين مراته مفيش حاجة اسمها ان يعني لازم نمشي القاعدة يعني كما هي بالظبط. لا عادي، ايه المانع ان الاهتمام ينطلب؟ بص يا بنت الحلال، الراجل قبل ما بيتجوزك هو بيبقى كل تفكيره ان هو بس ايه تبقي راضيه عنه علشان ايه تخشوا عش زوجيه. فعشان كده ممكن يكون اهتمامه بيكون زياده، لان كمان كل مشاكله بتكون ان هو يجهز شقته، واللي في الغالب بيكون اهله بيساعدوه في كده. تمام. لكن بعد الجواز الوضع بيتغير. وضع الجواز بعد الجواز هو بيبقى مسؤول. دلوقتي هو مسؤول عنك وعن اولاد. طيب، إيه دلوقتي مشاغله بقت اكتر وبقت زياده. هو دلوقتي محتاج انه يشتغل ويركز تفكيره اكتر علشان يشتغل، عشان يجيب فلوس، عشان يحافظ عليكي وعلى بيته. تمام. فهو بقى الموضوع بقى بالنسبه له دخل في بقى عملي جدا. دماغ الراجل غير دماغ الست، هو عملي اكتر من الست. لكل قاعده شواذ، لكل قاعده شواذ. تمام. لكن هو دماغه اكتر في شغله وازاي يوفر فلوس علشان يحافظ على اسرته. وانت بقى دماغك عايزه تسمعي كلام حلو، عايزه مثلا يعمل لك مفاجاه، يعمل لك، اطلبي اللي انت عايزاه اطلبيه. لا، الاهتمام بينطلب عادي جدا. عايزاه يجيب لك حاجه قولي له عليها، هتقولي مره واثنين وثلاثه وعشرة، وهتغيبي سنه واثنين وثلاثه وتطلبي، وعادي جدا، لان هو دماغه في حته وانت دماغك في حته تانية. تمام. انت برضو عايز من مراتك حاجه، عايزها مثلا تقعد معاك وقت اطول لانها مشغوله اكتر في البيت والولاد وكده، ساعدها علشان تفضلك. لازم نكون متعاونين مع بعض، واطلب ومفيش اي مشكله. امتى نقول بقى ان هيبقى في مشكله او خلل؟ لما تقولي اكتر من مره واللي قدامك ده ما بيحاولش اصلا ان هو يساعدك، لكن هيعمل مره وهينسى 10 وهيعمل مره وهينسى 10، عادي. صوت زي ما بيقولوا، مفيش اي مشكله. فالاهتمام ما بينطلبش في العلاقات الزوجيه دي. لا، بتسبب مشاكل كتير. اطلبي اللي انت عايزاه من زوجك، اطلب اللي انت عايزه من مراتك، ساعدوا بعض وعاونوا بعض عشان نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها في كل حاجه. حاول لما تطلب منك الحاجه اكتر من مره خليها في دماغك: يا عم معلش شويه، وان شاء الله باذن الله الحياه الزوجيه هتبقى احسن. وقبل ما ننهي نصلي على النبي واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.